السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات اقتصادية بلمسة سحرية. اليوم جيتكم بالوصفة اللي يعرفوها كامل الجزائريين، اللوبيا المشطو واللي يسموها البعض اللوبيا الخضراء. لهنا راح نبدا معكم مباشرة في الوصفة. واش عندي كيلوغرام لوبيا الخضراء. لهنا قطعتها، راني نوريها لكم على الشاشة، قطعتها يعني الحبة على زوج. ما نحبش انا نقطع اللوبيا تاعي صغيرة، لانه كما نعرفوا اللوبيا كي طيب راح تزيد تدبل، باش من الاحسن كي تسربيوها تولي اللوبيا تاعكم تبان. فوالا، لهنا عندي زيت الزيتون ولا تحبوا زيت سونغو، عندي مغرفه كبيره تاع السمن، زوج حبات بصل كبار مقطعين كيما وريت لكم في الشاشه، عندي التوابل هنا راهم كامل على الشاشه مكتوبين، وعندي مغرفه كبيره تاع طماطم مصبره. لهنا تحبوا اللي ما يحبش يدير طماطم مصبره يقدر يدير حبه طوماطيش كبيره تكون طايبه شويه، يعني يسكرفجها مليح، ينحي هذيك الزريعه تاعها والقشره، لانه الزريعه تاع الطوماطيش راح تلقى لكم القروسيه. من الاحسن نحيو هذيك الزريعه الدخلانيه ونحيو القشره وديروها في بلاصه الطماطم المصبره. فوالا، لهنا عندي فخذ كبير تاع الدجاج ومرسو صغير، وعندي زوج حبات بطاطا كبار. لهنايا كاين بزاف اللي يديروا المشطو تاعهم بلا بطاطا، مي انايا في الدار يحبوها بالبطاطا، وصدقوني راح تجربوا هذه الوصفه راح تعجبكم بزاف. راح نبداو في المقادير، راح نبداو في الوصفه ديالنا. واش درت لهنايا؟ رحت حطيت السمن تاعي مع زيت الزيتون، جوست ما داب هذاك السمن لحت الدجاج تاعي. هنا علاش درت الدجاج هكا وما درتش كامل البصل وما درتش؟ لانه هذيك نسحق انا الزيت تاع الدجاج، لانه الزيت تاع الدجاج هي اللي راح تبنن لي المشطو ديالي. كما نعرفوا انه اللوبيا المشطو لو كان ما تتبلش مليح، ولو كان ما طيبش مليح راح تجي يعني صامطه في الكو. وقبل ما ننسى لهنايا درت حوالي 4 سنينات الى 5 سنينات تاع الثوم. كي تقلالي مليح الدجاج تاعي هذاك وطلق الزيت تاعو، نحيته، يعني ماشي شرط حتى يطيب لكم، نحيته، وهذيك الزيت تاعو درت فيها الثوم ودرت فيها البصل وقليتهم تخي بيان. نخلي لهنايا البصل يشرب لي كاع هذيك الزيت تاع الدجاج، باش كيما قلت لكم تطلق لي البنه في المشطو ديالي. فوالا، كيما راكم تشوفوا راني نحرك مليح حتى يبدا لهنايا. ما نخليش حتى البصل تاعي يتحرق لي ولا يتكراميليزا، انا نخليه شويه يطيب، يعني نص طياب كيما راكم تشوفوا في الفيديو، راهو يعني واضح كلش في الفيديو. هنا بعد ما تقلى لي البصل، علاش لو كان خلينا البصل تاعي يتكراميليزا، لو كان نخلي البصل تاعي يتكراميليزا راح يزيد يذوب مع هذيك البطاطا والدجاج والماشطو، راح يولي ما يبانش كاع. وانا نسحق البصل تاعي يبان في الماشطو، لانه صدقوني كيما قلت لكم الوصفه هذه تجي بزاف بنينه. فوالا، ومن بعد كي تقلى لي البصل درت هذاك الطوماطيش تاعي مصبره، ودرت معها البطاطا، ودرت لي زيبيس كامل، خليتهم يعني حوالي 10 دقائق ابتي فو، يعني نقصوا للنار على النار هادئه كيما شفتوا لهنايا في الفيديو. راني خليتها تتقلى ابتي فو حتى طلق لي هذاك البصل الماء تاعو مع الطوماطيش. شوفوا كيفاش ولات هذيك لاصوص. لهنا عاود رجعت الدجاج، لانه باين بلي الدجاج ماهوش طايب معايا، خليته فقط في الاول طلق الزيت تاعو، ومن بعد عاود رجعته لهنايا. ونعطيكم الملاحظه يعني الاولى، عفوا قبل ما ننسى، انا المشطو تاعي واش رحت درت لها؟ المشطو تاعي رحت فورتها، يعني ما خليتهاش خضره. كما قلت لكم المشطو فوروها، يعني ما تفوروهاش تاني حتى المشطو. يعني المرحله الاولى كنا خلينا الدجاج تاعنا هذاك يطلق الزيت تاعو، سحقينا الزيت تاع الدجاج، يعني راح ديروا زوج مراحل. والمرحله الثانيه راح تروحوا تحطوا هذيك المشطو تاعكم متفور كيف كيما درتوا في الدجاج، خليتوها ما يطيبش بزاف، حتى في المشطو خلوها ما تطيبش بزاف، يعني ما تفورش بزاف. لهنا نروح نفورها كي نشوف شويه دخلها طياب، يعني ماشي بزافه. لو كان راح تخلوها يعني تفور لكم بزاف راح تدبل كامل، يصرى لها يعني كيما البصل كيما فهمتكم. الاحسن يعني خلوها نص طياب. ومن بعد نروح نحط المشطو تاعي فوق هذاك الدجاج وفوق هذيك البطاطا وفوق هذيك لاصوص هكذا، باش تتبل لي مليح وتشرب كامل هذاك الليدام تاع الدجاج اللي طلقوا الدجاج مع لي زيبيس هذوك. ونبدا نخلط. لهنا راني يعني نخلط مليح باش نخلي المشطو تاعي تشرب هذاك الليدام. ولهنا واش عندي كميه تاع الماء قليله، يعني حوالي 2 كيسان ونص الماء. هنا الماء من الاحسن يكون سخون. هنا علاش درت الماء؟ لو كان ما درتش الدجاج ودرت يعني باغ اكزومبل درت سكالوب ولا ما درتش، لانه انا ساعات دي فوا كي ما يكونش عندي الدجاج نقدر نحكم دي سكالوب نمارينيهم، نعاود نحطهم هكا من فوق الماشطو، يطلقوا تاني بنه بزاف بنينه. صدقوني حتى بسكالوب تجي بزاف بنينه. راني نحطها لكم ان شاء الله وصفه، ودي فوا نديرها في الفوق تاني تجي تاني مليحه بزاف. كاين
كاين بزاف دي ميثود اللي نطيب بهم الماشطو، يعني ننوع، الواحد ينوع قد ما ينوع قد ما راح يعني قد ما راح تعجب العائله تاعكم. صدقوني انا كي نديرها ما كاش نهار يعني درت فيه الماشطو وما عجبتهمش. فوالا كيما قلت لكم درت حوالي 2 كيسان ونص ما يكون سخون من الاحسن. هنا المعلق تاعي علاش درتو باش يطيب لي الدجاج، لانه الدجاج تاعي ماهوش طايب. كيما قلت لكم الا درتو سكالوب ولا تقدروا ما ديروا لا دجاج لا سكالوب عادي ما فيها والو، تقدروا ديروا غير بطاطا بصل كيما وريت لكم. تبعوا فقط المقادير ولي زيبيس، تستغنوا فقط على الدجاج الا ما كانش عندكم الدجاج. ماشي دائما ناكلوا الدجاج كيما نعرفوا، ما دائما ناكلوا الدجاج، ما دائما ناكلوا اللحم، يعني على حساب المقدور، كل واحد والمقدور تاعو. كما قلت لكم غطيت عليها خليتها تشربت مليح هذوك التوابل. يعني شوفوا لهنا الماشطو تاعي كملت الطياب تاعها، البولي كمل الطياب تاعو، وراح نخليها حوالي 5 دقائق واحد اخرين يعني باش تكمل تزيد تشرب لي شويه لاصوص، لانه الماشطو ما نخليهاش بزاف انا بالمرقه، ما نحبهاش بزاف بالمرقه، نخلي فيها شويه مرقه يعني شويه ماشي بزاف. كما راكم تشوفوا عاودت غطيت عليها قلت لكم حوالي 5 دقائق الى 10 دقائق حتى تنشف هذيك المرقه ديالي. فوالا في الاخير هاي ليك قدمتها في الصحن، في صحن تاع الفخار. حطيتها يعني درت لها رشه خفيفه من المعدنوس، تحبوا ديروا المعدنوس تحبوا ما ديروش، لانه المعدنوس يطلق بنا بزاف بنينه. هاي ليك في الاخير البطاطا تاعي كيفاش طابت، الماشطو، الدجاج، صدقوني وصفه بزاف بنينه. كما قلت لكم الماشطو لو كان ما تعرفوش كيفاش تبلوها وما تعرفوش كيفاش طيبوها راح تجيكم ماشي مليحه كامل في الكو، لانه ديجا الماشطو بعادتها صامته كما نعرفوا كامل بلي صامته. فوالا صدقوني تبعوا فقط المقادير وتبعوا الوصفه، وإلا عجبتكم ما تنسوش ديروا جيم وتحطوا لي كومونتير وتبارطاجيو